3 حاجات لازم تبطّل تعملهم علشان تحافظ على قيمتك وسط الناس. أول حاجة، ما تحاولش تتودد غير للي بيسأل عليك، ما تقعدش تسأل على حد معرفة قديمة أو قريب ليك وهو دايمًا ما بيسألش عليك. كتر ما بتقعد أنت تودد عليه وتعايد عليه وتقول له إزيك ووحشني والكلمتين إياهم، هو بيفهمك غلط، بيعتقد لأن النفس أمارة بالسوء إنك محتاج منه حاجة، عمره ما هيقدّر إنك بتحاول تخلّي في خط الوصال الإنساني بينك وبينه، هيعتقد دايمًا إنك بتدعبس على حاجة، عايز منه حاجة، في مصلحة هتطلع منه، فبالتالي هيبتدي يتعالي عليك، وهتلاقيه بيصمم أكتر إنه ما يحاولش يتصل بيك، وأحيانًا ممكن ما يردش عليك، فبالتبعية اسأل على اللي بيسأل بس عليك. ولو يا سيدي انت مصمم انك تحاول تعمل ود مع حد من اللي ما بيسألوش وبتقول اصل ده راهي الدنيا وهو غصب عنه، ده جميل، بس اسأل مرة 2، اكتر من كده بتهين نفسك معاه. تاني حاجة، اوعى تنتقد في نفسك وتجلد في ذاتك قدام الغير، حتى لو كان قريب او صديق. في الاول في الاخر هو مش هيشوف الحلو اللي جواك، هيشوف الانتقاد اللي انت بتنتقده لنفسك ويعمل عليه علامة يقول ده فعلا في العيوب دي. ممكن تكون انت عندك تصالح مع النفس وبتحاول تجلد نفسك عشان تصلح من اخطائك، ماشي، في ناس بتقدر توصل لده ان كنت انا مش مع جلد الذات، لكن لو هو ده اسلوبك لتصحيح اخطائك يبقى بينك وبين نفسك. الناس عمرهم ما هيفتكروا لك الحلو في الحالة دي، هيفتكروا دايما الحاجات اللي انت قلتها على نفسك. هيقول لك اذا كان هو بيقول على نفسه كده يبقى انا اللي هقول عليك كويس، يبقى هو فعلا كده. التالت حاجة ودي اهمهم، الهزار يا جماعة لازم يبقى ليه وقت وليه نوعية ونحدد مع مين. يعني بمعنى صح ما يبقاش الهزار في الرايحة وفي الجاية طول الوقت مع اللي قدامك، هيعتمدك انك انت شخصية ضعيفة، وهيعتمدك انك مالكش كلام جد، هتقل قيمتك قدامه. وفي نفس الوقت نوع الهزار تحدده دايما، تبقى عامل حد ليه، ما يبقاش هزار بالايد، ما يبقاش هزار بالشتيمة، ما يبقاش في الرايحة وفي الجاية زي ما احنا قلنا قبل كده. وفي نفس الوقت تحدد مين اللي تهزر معاه، ونوعية الهزار تبقى لغاية حدود ايه. ما هو لما هزر مع صديق غير لما هزر مع اخويا غير لما هزر مع زميلي في الشغل. كل واحد لازم يبقى ليه حد معايا في الهزار، واشوف انا بهزر مع مين وامتى وفين. وخلي بالكم، المحبة مش معناها انك تقلل وتبسط من قيمتك قدام اللي قدامك، معناها انك انت تبقى بسيط في التعامل وعلى طبيعتك، بس تبقى حذر انك ما تقلش من ذاتك. وربنا يصلح حالي وحالكم، ونبقى دايما عارفين نرفع من شأننا ازاي وقيمتنا قدام الناس. السلام عليكم، بس بالعافية.